السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025، مرحبا بكم مجددا مع حل إجابة محافظة من محافظات الجمهورية للعام السابق 2024 من محافظتكم محافظة بورسعيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله بسم الله بسم الله. ابن العزيز، ما تنساش تشترك في قناة نص اللغة العربية وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، وتشارك الفيديو مشاركة طبعا لأوسع نطاق من أجل نشر العلم، لأن نشر العلم فيه خير كثير. إن شاء الله نستفاد من محافظة بورسعيد، لأن طبعا نظامها طبعا بيبقى نظام جديد قدره فترة، فطبعا يا جماعة نركز جدا وإن شاء الله تقدر تفهم كل حاجة بإذن رب العالمين مع قناتكم قناة نص اللغة العربية ومستر محمد سمير. نبدأ بسم الله مع أول سؤال معانا من موضوع الحياة دقائق وثواني. إن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة، ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين ألمحوا إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق. طبعا السؤال الدعوة التي حرص أمير الشعراء على تأكيدها في الأذان هي طبعا زيادة عدد الساعات غلط، الخوف من المستقبل غلط، استغلال كل ثانية فيما ينفع غلط، تغطي حاجز الفضاء طبعا. يبقى الإجابة الصحيحة استغلال كل ثانية فيما ينفع ويفيد. 2. نستفيد من وقت الفراغ مثلما استفاد منه العلماء السابقون فيه. طبعا اللعب واللعب طبعا غلط، تفكر والتأمل والمراجعة والحساب، لأن طبعا ده هي دي الإجابة الصحيحة، لأن ديت إيه اللي بيقضي فيه العلماء وقت فراغهم. معنى المحو طبعا تقدموا غلط، مدحوا غلط، تأخروا، لكن هي إيه وضحوا. بعد كده يا ابن العزيز نخش على القصة من قصة طموح جارية. اجتمع لويس ومن معه على أن مصر أحق بالغزو. طبعا فهي طبعا بالغزو من بيت المقدس، لأن مصر طبعا تحمي بموقعها، تحمي ظهر العرب وتدعم الجيوش العربية. سؤال 3. تعجب الملك لويس في رسالته إلى مرجد من العرب لأنهم طبعا لا يريدون أن يلقوا السلاح ويرفعوا راية التسليم. غضب نجم الدين وتوعد إسماعيل بالقتل والهلاك لأنه طبعا هجم على حمص. القراءة المتحررة ابن العزيز نركز فيها كويس، الله يبارك لك عشان تقدر توصل معايا لأعلى استفادة. الانضباط المدرسي هو مصطلح يستخدمه للإشارة إلى النظام والتنظيم، وهذا الانضباط يبدأ من حضور الطلاب للمدرسة وممارستهم الأنشطة المتنوعة لتحقيق بيئة تعليمية آمنة واكتساب العديد من المهارات الجسمية والعقلية، ولا يقتصر حضور الطلاب انضباطه على دور المدرسة فقط، فالأسرة دور لا يقل عن دور المدرسة، فينصب هذا الدور في حث الأبناء على التفاعل مع المعلم ومتابعتهم المستمرة في تحصيله الدراسي. فإذا تعاون كل من المدرسة والأسرة والطالب وتحققت كل أهداف الانضباط لشغف الطالب بحضوره إلى المدرسة مع الاستفادة الكاملة ماديا ومعنويا. حضور الطالب إلى المدرسة وممارسة الأنشطة يحقق طبعا اكتساب العديد من المهارات الجسمية والعقلية. الانضباط المدرسة والطلاب يؤدي إلى تحقيق أهدافهم وتطورهم. المقصود بكلمة آمنة طبعا مضطربة غلط، بتسرع غلط، فأنا طبعا مطمئنة. آمنة طبعا يا جماعة مطمئنة. طبعا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طبعا يا بني الأسلوب ده يوضح مدى طبعا حب سيدنا نوح لابنه. كود سيدنا نوح لا، خوف سيدنا نوح من الطوفان لا، خوف من ابنه لا. بعد كده يا ابني كل ما يلي ركب مع سيدنا نوح في السفينة ما عدا زوجته وابنه. بعد كده معنى مرساها أي طبعا وقوف السفينة. مقصود بمعزل طبعا مكان بعيد معزول. طلب نوح من ابنه أن يركب السفينة طبعا معهم، ولكن طبعا الولد
لم يكن مع المؤمنين. السؤال الخامس من نص خلال الكلمة: والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. لا تحسبن طبعا غرضه النصح والإرشاد. عدم الالتزام بالأخلاق الحميدة يؤدي إلى طبعا تدهور الأمم. بعد كده معنى كلمة ربه أي صاحبه. ندخل بعد كده الإملاق اللي هو طبعا ابن العزيز مضاد الغنى لأن معناه الفقر الشديد. العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا توج بالخلق الكريم. بالخلق إيه؟ الكريم. ندخل بقى على النحو. ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، تنشر الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر علم فيه خير كثير. السؤال السادس النحو رقم 1: المؤمن يصل والديه طاعة، دي مفعول لأجله لرب. المؤمن أكثر طاعة يبقى تمييز، يبقى نختار ابن العزيز اللي هي مفعول لأجله وتمييز أهي نمرة ج. أدرك محمد فضل معلمين. اسم الفاعل من الفعل أدرك مدرك برضو نمرة ج. أدرك يدرك مدرك لأنها طبعا بجيب المضارع وبقلب بيها المضارع من مضمومة وبكسر ما قبل الآخر يبقى أدرك يدرك مدرك. طبعا مدرك دي اسم إيه؟ طبعا مفعول لأن ضم أول فتح ما قبل الآخر. السؤال الثالث: يسعى المؤمن إلى عمله داعيا إلى الرزق. ماذا احتوى خط فاعل اسم الفاعل من الفعل؟ طبعا دعا داعيا. دعا إيه؟ داعيا. بعد كده قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشير ونذير. يا جماعة بشير فعلها بشر رباعي يبقى فعلها إيه؟ بشر إيه. تمام. بعد كده مصر مصونة. مصر مصونة من الرحمن. مصونة طبعا لو احنا بصينا على الاختيارات هنلاقيها ثلاثي معتل العين لأن الفعل بتاع صينة اللي هو صانة في الأصل أو معتل العين قصدي فعل، فالألف قصاد العين اللي هو معتل العين. قال تعالى: فإن الجنة هي المأوى. طبعا المأوى الفعل بتاعها أوى اللي هي العادية خالص دي اللي هو مضاعف ولا هو على مادة. بعد كده الغسالة والسكين لا تستغني ربة المنزل عنهم. نوع السؤال على الترتيب. طبعا غسالة مشتق وسكين جامد لأن غسالة فعلها غسل، أما سكين ليس لها إيه؟ ليس لها فعل. الجملة صحة نحويا فيما يلي في رقم 8 طبعا هتبقى السماء أشد زرقة من البحر. دي الجملة صحة نحويا لأن أخضر ما تنفعش وأزرق ما تنفعش وأحمر ما تنفعش. لازما أجيب المصدر لأنها طبعا دلت على الأول. المساء ملتقى الأصدقاء ملتقى بهم. دي اسم مفعول وطبعا مساء اسم زمان واسم مفعول. دي اسم زمان ودي اسم مفعول اللي هي طبعا الإجابة نمرة ب. نيجي بعد كده ابن العزيز. طبعا محافظة بورسعيد محافظة جميلة وامتحانها على النظام الجديد نظام البوكلت. طبعا الإملاء أي حد طبعا ولي الأمر ممكن يملي لك الإملاء. طبعا الخط اكتب ما يملى بخط النسخ مرة وخط الرقعة مرة. الصدق ربيع القلوب وزكاة الخلق وثمرة المروءة وشعاع الضمير. طبعا بتكتب مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة. بس طبعا ابن العزيز عايز ان انا افكرك بحاجة واديك نصيحة يا ابني: الصدق منجاه والكذب طبعا مهوى. فلازم تكون صادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن قاتل؟ قيل يجوز. ويكون المؤمن طبعا أي شيء ثاني قال يجوز. ولكن حينما سئل عنه وقيل له: يا رسول الله يكون المؤمن كاذبا؟ قال لا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عافانا الله وإياكم. طبعا إن أنت
تكون عندك خلق حميد، لأن طبعا إحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما سئلت السيدة عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ردت وقالت كان خلقه القرآن. وطبعا تكون تتحلى بالشجاعة والمروءة، وتكون عندك شعاع الضمير، يكون طبعا ضميرك حي طبعا من أجل أن أنت تصل للنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. طبعا دي نصيحة من نسر اللغة العربية، أخوكم الكبير، فأنت لازم تاخد بيها، ودايما تكون على خلق، لأن أحمد شوقي قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ابن العزيز في نهاية الفيديو ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية وتنشر الفيديو الأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وطبعا أشوفكم طبعا مجددا في إجابة محافظة أخرى من محافظات الجمهورية بإذن رب العالمين.